خواتاتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين واحوالكم طيبه. باش نشارك معكم واحد الوصفه ديال التدخين. جبت لخوتي وخواتاتي، الاخوه اللي كيتابعوا فيا اللي كيدخن، والاخوات اللي عندهم وليداتهم الازواج ديالهم خوتهم. المهم انا هاد الوصفه مجرباها، حيت هذه راه ماشي ديالي حتى انا، غير نقلتها، ولكن فاش جربتها عطاتني واحد الفعاليه، وداك الشيء اللي غادي نشاركه معكم. وما جربتهاش ليا جربتها للزوج ديالي. المهم هو كيدخن بزاف، وخديت مريوت هي هذه، كاينه الخضراء وكاينه اليابسه. هذه راها اليابسه هانتوما. المهم مريوه راه عندها الاسماء، كل واحد وكيفاش كيسميها. هذه هي. وعندي هذا الكارت الزرق. هذا الكارت الزرق كيكون في السكر ولا كيكون في الشمع. اللي ما عندوش الكارت الازرق يدير هذاك الابيض اللي كيكميو به. المهم داك الابيض اللي كيدخنوا به كيديروا هذاك. انايا باش جربتها بهذا، ومن بعد يعني بقى الزوج ديالي بوحدو كيدير داكشي، كيديرها في داك الورق البيض. هانتوما كنحيدو ما طحنوهاش، واخا يابسه ما طحنوهاش. ومن الاحسن كتديروا داك، لان فيها الغبره. فاش تكون يابسه كيكون فيها الغبره. من الاحسن كتنقيوها ملي تكون خضره، كتلقطوها وتنشفوها، تغسلوها وتخليوها تنشف، وديروها في واحد هذا وتبقاو تستعملوها. كنحيدو منها غير الشوك ديالها، هذا كيكون الشوك ديالها. كندير لها غير هكايا. راه هو في الاول ما بغاش، قال لي هادشي راه ماشي، يعني غير كتقولي هكا والتليفون كل واحد واش يقول وهادي وهادي. المهم قلت له ما خاسرين والو، غير جرب على الله. وفاش جربتها له فاش جربتها له هذاك المره الاولى فاش دارها نعس، كترخي. قال لي نعس، ما عمرو نعس شي نعاس بحال هذا. الاخر هذا الجسد ديالو ترخى ودات، واللي ديالو نعس. كيديروا لها بحال هكا. المهم غير هكا كيلويوها وكيشعلوا فيها النار. كيشعلوا فيها. هذا علاش هذا الكاغط بحال الا مشمع، ما كيشعلش بحال الكاغط الاخر، وكيدير كيمشي يعني كيكمل في الساعه وكيدير داك الدخان. هذا ما كيدير لا دخان لا والو. داك الشيء علاش كنديروها في هذا الكارت الازرق. واللي كما قلت لكم اللي ما عندوش الكارت الازرق كيديرها في داك الكارت الابيض عادي، ماشي مشكل. باش يعني خاصك تولف كل ما يجي قبالتك هذاك التدخين كدير هذا. يعني تقدر هذه تقلع عليها، تحيد لها كامل هاد الوريقات وديرهم في واحد القرعه هكا وتخليها حداك، وتكون موجد هاد الكواغط ولا الكواغط الاخرين. وكل ما تبغي تكون عندك واحد الرغبه في التدخين كتعمر هاد الكاغط هكايا، يعني كتدخن به. صافي هادشي اللي كاين. غادي تبقى المره الاولى يجيك النعاس، المهم انايا نحكي لكم داكشي اللي كان يجي لراجلي هكايا. كان في الاول كان ينعس، من بعد كان يقول لي بحال من نديرها كيقول لي هذه تهود مع واحد المروره مع الذات ديالو. قال لي كتهود، نحس بديك الاخر مر ديالها. قال لي كنحس به مر. صافي بقى يترخى غير بشويه بشويه، بقى يدير واحد جوج ثلاثه في النهار، 4 5. المهم داكشي اللي احتاجت الذات ديالو داك التدخين كيدير هاد الكارت هذا به بمريوت. وفي التالي بقى ينقص. وبقيت ندير له واحد الاخر، واحد نعاونو بواحد المشروب فيه النعناع. يعني كنطيبوا الماء نغليوه وكنديروا النعناع، بغا خضر ولا يابس، اللي كان موجود عندكم خضر ولا يابس. ونديروا واحد راس معلقه ديال سكينجبير مطحون ولا خضر اللي كان مزيان، يكون خضري باش كيكون فيه داك الجهد كتر. وكنديروا واحد جوج ورقات نتاع مريوه، غير جوج، ماشي ما تزيدوش من فوق جوج ورقات نتاع مريوه. كنديرهم في واحد الكاس وكنزيدو عليهم الماء طايب ونخليوهم يطلقوا واحد شويه يدفاو، ونصفيوهم ويشربهم هكا بلا سكر بلا حتى شي حاجه. يعني راه في عندهم واحد المذاق زوين بهذا بالنعناع وكل شيء. يعني هذا مشروب يكون صحي هكا، كينظف الريه وكينظف الذات ديال الانسان هكا من التدخين وكل شيء. المهم هذا كيعاون به، كيشرب به.
الصباح العشيه، المهم وقتاش ما بغى هذاك الاخر هذاك المشروب كيقول لي وجديه، كنوجدوا له وكيشربوا. يعني هذاك كيخفف وكياكل الحلوى، يعني لا الفانيد هكايا. آه، بحال فاش تجيلو ديك الرغبه ديال التدخين كيدير هذا، وكيزيد معاه شي حلوه. المهم خاصو يبقى غير يتلف، ما بقاش يقعد في القهوه. يعني بقى ينقص من شاف هاد الشيء خدم له هكاك، ما بقاش يمشي للقهوه. يعني بقى ينقص مره مره هكا، ما بقاش يقعد حدا الناس اللي كيدخنوا. كيقول لي نبغي نبعد عليهم ما امكن. بقى يقول لي ديك الريحه ديال التدخين كضرني، يعني كنشم هذيك الريحه، كنشم هاد التدخين صافي نحس براسي برزطتني ديك الريحه. وبقى يتجنبهم. يعني ما فاش يبغي يقعد حدا شي واحد ولا يقول له الا ما تكميش جلس، الا الا بغيت تكمي انا غادي نوض ننام حداك. يعني صافي تبقى يكره ديك الريحه، بقى ما يحملش، بقى ملي يشوف هكايا يعني يشم شي ريحه ولا يقول لي الله يعفو الله يعفو. واخوتي راه غير الضرر ديال الصحه، راه كان ضعيف، هو الزوج ديالي كان ضعيف 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 ضعيف، والماكله ناقصه. ولكن فاش بقى يدير هذا الشيء ويعني التدخين نقصوها صافي. انايا راه غير جربتها عليه، قلت انا يمكن كل واحد ويبغي يشكر الوصفه ديالو ولا يعني راه غادي يكون عادي هذا الشيء. بحالها بحال كاع الوصفات اللي كنجربوهم ما كيصدقوش. واش مريوس غادي تحيد الدخان؟ ولكن والله المره الاولى كي قلت لكم ما نعس، قال لي ما عمرو نعس شي نعاس بحال هذا. يعني راها مفيده بزاف، وهي راه عندها واحد المنافع كثيره للشعر، للذات. انايا راه كندير بها حتى الزيت. انا من قبل ما نشوف هاد الوصفه كندير بها الزيت، وكنشرب هذاك الزيت ديالها غير راس ديال المعلقه، حيتاش مره 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 بزاف. وراه اي حاجه مره كتنفع الذات ديالنا. نطيبوها في الزيت ان شاء الله يا ربي. الا العمر طويله غادي فاش تدخل يعني فاش تنبت يبرد الحال هكا وكلشي كطلع بالشتا وهذا، غادي ندير معاكم الوصفه. داك الزيت ديالها تيولي خضر، وكما قلت لكم عندها واحد المنافع كثيره للشعر. انا شوف والله الا مانيش نكذب عليكم، الا كانوا عندي قنيات هكا، كنت مربيه قنيه هكا في الدار وكانوا يمرضوا لي. فاش كانوا يمرضوا كنت نجيب داك الزيت ديال المريوت وكنعطي لهم، ندير لهم هكايا في واحد المعلقه، كندير لهم في الفم ديالهم يشربوها. في هذا في النيف ويبراو. يعني هي راها تحيد الميكروبات كما كان الميكروب راها تحيدو. كما قلت لكم اي حاجه مره، بحال هي بحال الشيح بحال بزاف ديال الحوايج مرين راه كيحيدوا الميكروبات. كنديروا نتوضاو بها، كنديروها في هذا في الماء كنتوضاو بها. بالنسبه لا للنساء ولا للرجال، حيتاش هي كتحيد الميكروب. كنتوضاو بها فاش يكون عندنا البرد في النبوله، ولا كنطيبوا. هي كتكون مره بزاف ما كنكثروش، يعني ندير واحد 3 وريقات هكا في الماء وكنشربوها. نكبوا عليها الماء طايب، فاش كتدفى كنشربوها. راه عندها واحد المنافع كثيره، راه حتى للضيق ديال الصدر. راه فاش كنكونوا كنجيو هكا كنبغيو نتنفسوا داك الصدر ديالنا كيكون مزير. جربوا مريوا اخوتي، جيبوها من عند العشاب، جيبوا غير 5 دراهم ولا 10 دراهم ونقيوها وخليوها عندكم في واحد القرعه هكايا وتبقاو تستعملوها. راه واعره، وفاش غادي تدخل كما قلت لكم يعني تكون خضره طريه جديده، غادي نجيبوها وراه كتنبت غير في يعني اللي كاين شي حدا شي ارض هكايا ولا كيجيبها وكتنبت في بلاصه الماء بزاف. نديرها مع زيت الزيتون ان شاء الله يا ربي الى العمر طويله. وغادي نوريكم يعني نوريكم كيفاش تجي دايره. راها واعره واعره واعره، يعني كاع ما تستغناوش عليها. غادي فاش تجربوها ما تستغناوش عليها، راه تحيد حتى القشره من الشعر. الا درناها طيبناها ونديروها في واحد البخاخ هكايا ونبقاو نرشوا بها الشعر ديالنا كتنبت الشعر. الحريق ديال الراس كتدير. الا بغيتو تبخروا بها تبخروا بها. الا كان عندكم صداع في الراس ولا كديروها في واحد المجمر هكا صغير ولا فوق البوطه ولا في شي مقله ولا، وكتشعلوا عليها النار وتخليوها. راه الراس ديالكم كيخفاف، داك الحرق اللي كيكون في الراس كامل كيمشي. جربوها وردوا عليا. وإلا وصلتوا حتى لهنايا ديروا بارطاج القناة واشتركوا فيها وانتم تعرفوا داكشي اللي بغيتو ديروا معايا. وشكرا لكم بزاف، وشكرا اللي دخلوا القناة ديالي، وشكرا على اي واحد اشترك ودار جيم ودار تعليق زوين. شكرا لكم بزاف، والله يشافي الجميع ان شاء الله يا ربي. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.